مساء الخير على احلى واجمل متابعين في الدنيا. رب تكونوا بالف خير. النهارده كده جايلكم فيديو جديد، تجميعة مطابخ لشقق الاسكان الاجتماعي. نشوف كده كم مطبخ معانا. المطبخ بتاع الاسكان الاجتماعي يا جماعه بيشيل معانا كل الاجهزه زي ما انتم شايفين كده. المطبخ ده شايل كده ديب فريزر وشايل البوتاجاز، وعامله مطبخ على الناحيتين زي ما انتم شايفين كده. فمطبخ الإسكان يا جماعة مش صغير، بيشيل معانا كل الأجهزة زي ما انتوا شايفين كده. ومساحة المطبخ فيه مساحة للحركة كويسة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. هي عاملة كده المطبخ على طو لاين، بصوا عاملة كده وحدات تخزين وعاملة أدراج، وعاملة حاجات جميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. وعاملة الضلفة دي كده بجرار عشان البوتاجاز محطوط كده في الوش زي ما انتوا شايفين. ودي التقفيلة اللي هي تحت الحوض. فبصراحة مستغلية المطبخ استغلال جميل جدا جدا. ودي كده الصفاية بتاعة الأطباق، فهي مستغلية كده المطبخ بطريقة جميلة جدا جدا. عاملة مطبقية هيدروليك اللي هي بتنزل كده لتحت، وعاملة مطبخ شكله جميل جدا جدا. وحاطة كده الديب فريزر وعاملة واحدة فوقيه. فالمطبخ ده يا جماعة شايل كل الأجهزة. أنا بديكوا كده أفكار لفرش مطابخ شقق الإسكان الاجتماعي، تاخدوا منها أفكار. لو انت بقى بتفرش شقتك في الإسكان الاجتماعي وحابة بقى توضبي مطبخك وتفرشيه في الإسكان الاجتماعي، أنا بوريكي أفكار تفرشي بيها مطبخك في شقة الإسكان الاجتماعي. واخد معاها كل الأجهزة زي ما انتوا شايفين، وعاملة وحدات كمان من فوق، وعاملة شفاط اللي هو فوق البوتاجاز اللي هو البلتي ان زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول على قد ما اقدر اجمع لكم اي حاجة تخص شقق الاسكان الاجتماعي من الفرش والتوضيب والتشطيب. فزي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ان انا في الفيديو ده مجمعه لكم كام مطبخ كده في الاسكان الاجتماعي تاخدوا منها افكار. هي كده عامله ضلف من فوق وحاطه فيها بقى الحاجات بتاعتها اللي هي بتستخدمها وكده زي ما انتوا شايفين. فمستغليه المطبخ استغلال جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. في ناس بتفتح المطبخ امريكان على الطرقه زي ما انا عامله في مطبخي، وفي ناس بتفتحه على الريسبشن على حسب ما انتوا عايزين بقى. وفي ناس بتشيل بس باب المطبخ وبتعمل توسيعة لمكان باب المطبخ، بتكون عاملة توسيعة كده فبيوسع معاكي المطبخ بتاعك. وفي ناس بتفتحه على الطرقة زي ما انا كنت فاتحة بتاعي كده على الطرقة. لو عايزين ترجعوا للفيديو هتلاقوه عندكم في القناة. ففي افكار كتيرة. والمطبخ ما شاء الله مساحته حلوة جدا جدا. بتاع الاسكان بيبقى 210 في 290، فمساحته مش صغيرة ومساحته حلوة جدا جدا. تقدري تنسقيه زي ما انت عايزة. انا مجرد بديكوا كده يعني افكار لفرش المطابخ بتاع شقق الاسكان الاجتماعي ان انتوا تاخدوا منها افكار. واتمنى يا رب ان الفيديوهات اللي بنزلها تعجبكم. وما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. وهي كده كانت عاملة وحدات لتخزين الثوم والبصل والحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده. فبجد من اجمل المطابخ. ده كده نموذج من نماذج المطابخ بتاع شقق الاسكان. في مطابخ تانية اللي هي البلكونة بتبقى جوه المطبخ، لكن ده كده نموذج من الشقق. المطبخ بتبقى جنبه البلكونة، لكن ده كده في نماذج تانية ان شاء الله بعرضها لكم. المطبخ بيبقى جواه البلكونة، فبيعملوا مساحة بيوسعوا بيها المطبخ فبيدخلوها جوه البلكونة. وده مطبخ كده زي ما انتوا شايفين برضو، حاطة بقى فيه كل الأجهزة وموسعة كده باب المطبخ زي ما انتوا شايفين بطريقة حلوة وجميلة. وشايل معاها برضو كل الأجهزة زي ما انتوا شايفين كده. ده مطبخ تاني برضو للإسكان الاجتماعي، فرشة على طولاين برضو. هي لسه هتحط فيه الأجهزة بتاعتها. يعني هو كده المطبخ بعد ما حطت المطبخ الألمونتان بتاعها أو الكلادنج أيا كان بقى انت عاملة ايه أو خشب أو كده، لسه بقى هتحط بقى فيه الأجهزة بتاعتها. وهي كده منسقاه بطريقة حلوة وجميلة زي ما انتوا شايفين على الاتجاهين. وعاملة تقفيلة برضو فوق التلاجة، وتقفيلة مطبقية فوق الحوض زي ما انتوا شايفين. وشالوا الحوض بتاع الإسكان الاجتماعي وعاملين كده رخامة في قلبها الحلة.
زي ما انتوا شايفين كده. ده مطبخ تاني برضو، ده المطبخ بقى بتاعي قبل ما افتحه امريكان على الريسبشن. شايل معايا برضو التلاجة والبوتاجاز وغسالة اطباق والميكروويف. شايل معانا حاجات كتير جدا جدا، لو نسقناه ونظمناه بطريقة حلوة هياخد معانا كل الأجهزة. زي ما انتوا شايفين كده ان المطبخ مساحته ما شاء الله واخدة كل الأجهزة بتاعتي: التلاجة، الغسالة، البوتاجاز، وكمان غسالة أطباق اللي هي على الرخامة دي، اللي هي الغسالة الصغيرة، والبوتاجاز تحت الشباك. إن شاء الله تستفيدوا من الفيديو وتاخدوا أفكار لفرش مطابخ شقق الإسكان الاجتماعي. والمساحة يا جماعة كويسة جدا جدا، لو نظمناه ونسقناه بطريقة كويسة هيفرش معانا كل الأجهزة، ونحط كل أجهزتنا مستريحة في المطبخ، وفي حركة حلوة في المطبخ، مساحة للحركة نتحرك فيها زي ما انتوا شايفين كده. أنا هنا شلت الحوض بتاع الإسكان وعاملة كده رخامة، وحط عليها كمان غسالة الأطباق زي ما انتوا شايفين كده. فبجد المساحة مش وحشة يا جماعة. وعاملة كمان أنا شفاط فوق في جنب الشباك كده، جنب الوحدة بتاعة المطبخية، عاملة كده شفاط لو عايزين تعملوه. في ناس بقى بتعمل الشباك ده ضلفة مفصلية وبتعمل فيها الشفاط، لكن انا بصراحة سبت الشباك بتاع الاسكان الاجتماعي زي ما هو، وعملت الشفاط كده جنب، فتحت له جنب الوحدة اللي هي فوق الحوض زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا جماعة المطبخ مساحته كويسة جدا، وهيشيل معاكي كل الأجهزة زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك بتاعكم الجميل، وتكونوا استفدتم من الفيديو. هنا ده مطبخ ألمونتان كده، واخد وحدة خزين زي ما انتوا شايفين كده، دولاب خزين طويل، ورخامة مساحتها معانا كويسة، حط عليها الميكروويف، وفي ايه وحدات برضو زي ما انتوا شايفين. فواخد معانا كل الأجهزة، ويشيل معانا حاجتنا بتاعة المطبخ كلها زي ما انتوا شايفين كده. فمستغلين المطبخ استغلال حلو جدا جدا جدا، ومساحته كويسة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. دي كده مساحة المطبخ بتاع شقق الإسكان الاجتماعي. اللي حابب يدخل على الفيديو ويتفرج ويشوف المساحات، انا مدياكم كام نموذج لفرش مطابخ الاسكان الاجتماعي ان انتوا تاخدوا منها افكار. وقلت لكم مساحة المطبخ بتبقى 210 في 290، فالمساحة كويسة جدا. وشايفين برضو يا جماعة مساحة الحركة اللي في النص برضو كويسة معانا، مش صغيرة، هي مش كبيرة قوي يعني، بس مساحتها معقولة. وطبعا نقدر ننسقه بالطريقة اللي احنا عايزينها، سواء عملنا بقى ألمونتان، خشب، كلادنك، زي ما انتوا عايزين بقى تعملوه. فبجد بيوفر معاكي في المساحة جدا، وبيشيلك بقى كل الأجهزة، ما تضطريش بقى تطلعي التلاجة في الريسبشن أو في أي غرفة أو كده. فبتحطي كل أجهزتك وكل الحاجات في المطبخ بتاعك، وبيكون معاكي مساحة كويسة، وبيشيلك كل الأجهزة بتاعتك. يعني أنا حاطة فيه حاجات كتير جدا زي ما انتوا شايفين، ومنسقات بطريقة جميلة وكويسة. أتمنى يا رب إن الفيديو يكون عجبكم. بحبكم جدا يا أجمل متابعين في الدنيا. باي باي.